رغيب الريح حماد اليعقوب، الفرقة 16 مشاهد لواء 62. بطوئي وخياري تم انضمامي لقوات الدعم السريع ومعي هؤلاء الأبطال. إن شاء الله نحن القوة اللي طلعت من الفرقة 16 217 نفر بالتغريب. هذا الأخوان الذي سمعوا كلامنا وانضموا معنا انضمام بطوئي وخياري. في شباب ليزال ان شاء الله زي ما قال الجماعه امبارح ده دول شباب هسه عليهم معانا في الصقني، طلعوا من الفرقه بالليل واصبحوا الصباح معانا هنا. بلدي جايين ومن ناشد اخوتنا في القوات المسلحه الشرفاء الابرياء. نحن كلنا ابناء كلنا ابناء وطن كويس، ما في داعي نحن نتقاتل بعضنا البعض، لأن نحن أخذنا جرأتنا في دارفور كفاية. 18 سنة نحن نقاتل، ونحن إن شاء الله في المقدمة بالنسبة لقوات الدعم السريع في المقدمة في 16. ومن ناشد السيد الغايب سعادته العميد جودات نقول له إذا بيسمع مننا ونحن كنا جيش من قواته وعرفنا الحق واعتبر كبير الاخ كالابي المفروض يسمع من عندنا، وكل الفرقه 16 يجي يرفع تماما لقوات الدعم السريع. الله ومن ناشد في الخرطوم في كل انحاء السودان الناس ترفع رايه السلام. الدعم السريع والجيش كلنا ابناء وطن، والقضيه الليله اذا كان الدعم السريع ناس اجانب نحن ممكن نقال ندافع عن الوطن والارض والدين، لكن كلنا ابناء وطن وكلنا ابناء اسره واحده، ما في داعي نحن نتقاتل بعضنا البعض، لانه اخوك شقيق بتلقاه في الدعم السريع، صديقك الروح بالروح بتلقاه في الدعم السريع، ابن عمك بتلقاه في القوات المسلحه وتمد له البندقيه وتقتل قتله تاسفيه. يعني انت ممكن تعرر منطقه تجي في تلقاها تلقى لك اصل صديق ولا اصل لك رفيق في القوات المسلحه واقف ولا في الدعم السريع واقف. اذا انتصرت تكون حزنان ليس فرحان.